السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا في أتم صحة والعافية وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو على بركة الله الفيديو ديال هذا النهار. المهم انا لقيتوني كنوجد طاجين الغداء وغادي نوجد واحد المسيمنات الكوتين مفدوشين كيجيو رائعين فنين فنين فنين، ما يمكنش ما يجيوكمش مورقين ومفدوشين ورطبين، كيجيو رائعين فنين. كملوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الطريقة والمكونات. المهم هنايا الطويجين ديالي عادي، شديت الحيمة درتها مع البصيلة والثومة والربيع وواحد مطيشة غير وحدة، ودرت العطرية وزيت الزيتون وخليته تشحر مزيان وخليته حتى طاب، يعني دخلو طياب نص طيبة. وعاد غادي ندير الخضرة ديالي حيت اللحم عندي شوية كيشد طياب، داكشي باش خليته. انا عادة كنصبو مع الخضرة، ولكن هاد اللحم شوية كيشد طياب، داكشي باش خليته دخلو الطياب شوية. وعاد غادي نضيف ليه الخضرة. شحال هادي ما درت طاجين تشهيتو توحشتو وقلت غادي نديرو نشاركو معاكم، بما انني قلت مره غادي نبقى نشارك معاكم الروتين ديال النهار. المهم الطويجي راه درت فيه الخضره وما درتش فيه جلبانه، واخا عندي جلبانه ما درتهاش، ما بقاتش كتعجبني الجلبانه في الطاجين، واش لكم ولا غير انا؟ المهم الجلبانه في الطاجين سبحان الله ما بقاتش كتعجبني نهائيا. درت له شويه الملح والابزار من الفوق وشويه الخرقوم غير باش يعطي داك اللون صافي، وغادي نغطي عليه ونخليه يطيب على نار مهيله او متوسطه، تيطيب على خاطرو. الا طاب على الفخار كيكون حسن، ولكن عكزت نشعل الفخار صافي نايا بعد ما طاب. شوفوا الشكل ديالو، انا مازال خصو يتدغمر واحد شويه، باقي فيه الماء، نخليه يتدغمر واحد شويه وعاد نحطو. جا رائع. هنا موجده العجينه ديال المليويات اللي غادي نوجدهم، كيجيو رائعين مورقين وهاكم مفدوشين وفيهم واحد الهشاشة واعرة صراحة، جاو رائعين. المهم بالنسبة للعجينة راه حطيتها في القناة شحال من مرة، عدة مرات. غادي نحطها لكم في صندوق الوصف ولا في تعليق مثبت اللي ما شافش الطريقة ديال العجينة. المهم في كل زلافة ديال الفورص كندير نص كاس ديال الفينو ومليحة هادي، درت فيها الخميرة، درت واحد شوية راس معلقة صغيرة ديال الخميرة فقط، حيت دابا الجو سخن ما تكتروش الخميرة. انا عادة ما كنديرش الخميرة في الملوي ديالي، ولكن هاد المليويات خاصهم شوية ديال الخميرة باش يجيو رطبين، كيجيو رطبين هادو ما كيجيوش مقرمشين. ولكن ديروا غير طريقة ديال الخميرة، ما تكتروش الخميرة. المهم هنايا راه درت انا جوج زلايف ديال الفورص مع كاس ديال الفينو والملحه وراس معلقه صغيره ديال الخميره. بالنسبه للتوراق راه ذوبت الزبده وزدت عليها زيت الزيتون، انا كنستعمل زيت الزيتون، نتوما نستعملوا الزيت الاخرى اللي كتستعملوا، يعني اي زيت كتستعملوا. وتما خديت سميده رقيقه خلطت معاها خماره، وداك الزلافه الاخرى درت فيها الزيت باش غادي نخدم في سطح العمل. صافي دهنت سطح العمل بالزيت وغادي نبسط العجينه ديالي تنرققها، نحاول نرققها ما امكن. المهم هذه راه طريقه جديده ومبتكره، يعني ما سبق ليش درتها بشكل اخر، سبق لي درتها ولكن بشكل اخر ماشي بهذه الطريقه. تبعوا حتى الاخير باش تعرفوا كيفاش. هنايا بعد ما بسطت العجينه كيف شفتوا راه فيها الفقاعات، يعني راه مخدومه مزيان، دهنتها بالزبده والزيت ورشيت بالسميده والخمارة. وكناخد هنايا القطع ديال البيتزا وكنقطع على شكل شرائط رقاقين بحال الا غادي ندير الرزيزة، يعني شرائط هكا رقاقين صافي. وكنجمعها وكنلوي بشكل بسيط، يعني ساهلة على هاد الشكل صافي. ما كاينش مسهل منها، واخا تكوني مبتدئه وما كيصدقش لك كاع الملوي. الا جربتيه بهذه الطريقه راه غادي يصدق لك 100%، غير جربيه على ضمانتي وشوفي كيف غيجيك، غيحماقوا عليه وليداتك ولا ضيافك ولا الناس اللي غياكلوه. المهم راه الطريقة ساهلة. كنبسط العجينة مزيان مزيان، كنحاول نرققها ما امكن، وتخدموا العجينة مزيان دلكوها ولا خليوها ترتاح وعاودوا جمعوها باش تدلك مزيان. وكنرش بداك الزبدة والزيت وهذا الفينو اولا السميده الرقيقة اللي مع الخمارة. كناخد القطع ديال البيتزا وكنقطع على شكل شرائط رقاقين، كنجبد شوية وكنلوي على هذا الشكل. شوفوا راه الطريقة ساهلة ساهلة جدا، غير كيف قلت لكم ما تكتروش الخميره، واحد شويه راس معلقه صغيره غير قبيصه ديال هذا ديال الخميره فقط، حيت الا كترتو الخميره ما غيبقاش ملوي، غيولي مخمار اولا ملوي مخمار وغيجي غليظ، يعني ما غاديش يجيب المذاق ديال الملوي كيف ما بغينا. من الاحسن ما تكتروش الخميره. كنقولها ونعاودها، الجو دابا ولا سخون
صافي كنقطع على شكل شرائط، حاولوا ترقوهم، كنجبد شوية صافي وكنلوي بأسهل طريقة. إلا كناخد العجينة أو الكرة ديال العجينة الأخيرة كنحاول نبسطها على شكل مربع، كندهنها بالزبدة والزيت وكنرشها بالفينو أولا سميدة رقيقة صافي، وكنحطهم في القنيتات. هاد الطريقة راه سبق لي ودرتها يعني في شكل آخر أو في ملوي آخر. علاش غندير هاد الطريقة؟ باش ملي نكون نقرصها ولا نكون نطيبها المليويات ما يعذبونيش وما يتقطعوش، يجيو هكا مجموعين وفي نفس الوقت يجيو مورقين من الداخل ويجيو مفدوشين هكا ويجي خيط على الخيط. ولكن هاد الطريقة كتعاون باش ما يتفرقوش وما يتقطعوش ملي تكوني كطيبي فيهم ولا تكوني كتقرصي فيهم، حيت هادو ماشي رزيزه. الرزيزه ما كتقرصيهاش بزاف بزاف، غير شويه كتحكمي فيها ولا كديريها صغيره. هادو ملويات ولكن فيهم داك الخطوطه ديال أو دوك الأشرطة على شكل رزيزة من الداخل، كيجيو رطبين ومورقين ومفدوشين رائعين. المهم أنا ضوبلت ليهم العجينة باش نضمن ما تخسرش ليا الملوية. إلا بغيتو تضوبلوها لكم الاختيار، أنا فضلت نضوبلها باش تجيني خدمة نقية ومقادة. كيعجبوني هكا المليويات يجيو مقادين وما يجيش باين داك العيب في الجناب كاع. صافي هنايا بعد ما كملتهم غادي نحطهم يرتاحوا شوية، ماشي بزاف، غير واحد 10 دقائق باش يعطيوني الطعم اللي نبغي نقرصهم صافي. ونسخن المقلة ديالي ونبدا نطيبهم. هنا خديت اول وحده غادي نقرصها كالعاده، كناخذ ورق الفرن اولا بلاستيك غذائي به باش كنقرص باش تجي تقريصه مقاده وفي نفس الوقت ما تعذبنيش، كتجي ساهله تقريصها بهذه الطريقه. المقله ثقيله راه دايرها كتسخن صافي مباشره غادي نحط فيها ملويه. وبطبيعة الحال كي كنقول لكم دائما غير كنحط الملوية وكنقلبها في البلاصة هكا باش كطيب بلون موحد، كيجي كاملة محمرة، كتجي كلها في لون موحد، ماشي بلاصة حمرا وبلاصة طايبة وبلاصة خضرا. المهم هذه هي طريقتي. شوفوا كيف كتجي لون موحد محمرة كاملة، كتجي اللون ديالها رائع وكتجي الصراحة جواعرين. خليني نشكر لكم تجربوهم نتوما غادي تعرفوا كيف كيجيو رائعين. صافي غادي نستمر بحال هكا تنكمل الطياب ديال المليويات اللي عندي كلهم، ونتلاقاو في اخر الفيديو باش تشوفوا النتيجة النهائية. شوفوا كيف كنحط الملوية، كندورها واحد شوية غير باش تاخد سخونية من التحت وكنقلبها في البلاصة صافي. وكنستمر بحال هكا كنبقى ندهن بطبيعة الحال بالزيت وانا كنقلب حتى كتحمر كلها وكتجي محمرة وبلون موحد، ما كتجيش بلاصة حمرا وبلاصة لا. وهذا الشكل النهائي بعد ما كملت المليويات ديالي. شوفوا كيف كيجيو مفدوشين ومورقين والخيوطة هكا. كيجيو صراحة زوينين، تقدموهم مع الكونفيتير ولا مع الزبدة والعسل مع بريريط ديال اتاي الكوتي. يا سلام، شوفوا كيف كيجيو، يعني داك التوريقه ديال الخيوط اللي درنا، يعني شي حاجه جديده وفنين صراحه عجبوني بزاف. نتمنى تجربوا الطريقه وغادي تعجبكم، انا متاكده غادي تعجب كل من ذاقها حيت زوينين بزاف. وهنا كيسالي الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. دمتم في امان الله، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله.